فيلمنا النهاردة بيبدأ في الماضي وبنشوف ساحرة واسمها جوثل بتغني لوردة معينة، وبمجرد ما بتغني لها الوردة دي بتنور وبترجع جوثل لشبابها من تاني. وبعد سنين كتير بنروح لمملكة جميلة في وسط المية. الملك والملكة بتوعها محبوبين جدا من شعبهم، لكن الملكة بتتعب جدا في آخر شهور حملها وبيكون بيهدد حياتها، وبينصحهم الطبيب انهم يدوروا على الزهرة السحرية علشان تقدر تشفيها. وفعلا بيلاقوها، لكن جوثل بتكون جنبها في الوقت ده وبتهرب أول ما بتسمع صوت الحراس. الملكة بمجرد ما بتشرب مية الزهرة دي بتشفى وبتبقى كويسة وبتخلف بنت جميلة جدا وشعرها أصفر وبيلمع، وبيولعوا أنوار مضيئة في السماء كل سنة في عيد ميلادها. وبتحاول جوثل إنها تسرق خصلة من شعر البنت علشان ترجع لها شبابها من تاني، لكن بتلاقي إن بمجرد ما بتقص خصلة الشعر بتفقد سحرها، فبتضطر إنها تخطف البنت علشان تفضل معاها. تحزن المملكة كلها على فقدان الأميرة الجميلة، وبيبدأ سكان المملكة كلهم يدوروا على الأميرة لكن ما بيقدروش يوصلوا لها. وفي مكان تاني في برج في وسط الغابة بعيدة عن الناس بنشوف جوثل وهي بتربي رابنزل على إنها بنتها، وبتستخدم شعرها السحري في إنها ترجع لنفسها تاني شبابها وقوتها من أول وجديد. وبتعدي سنين كتير وبتكبر رابنزل وهي لسه محبوسة في البرج ده، وده باسكال صاحبها اللي بيحاول يشجعها إنها تنزل برا البرج، لكن هي عارفة إن مامتها بترفض حاجة زي كده، علشان كده عمرها ما خرجت من البرج أبدا. تعالوا بقى أعرفكم على فلين رايدر، حرامي وبيحاول هو 2 من زمايله إنهم يسرقوا تاج الأميرة اللي موجود في المملكة. نرجع تاني لرابنزل اللي أقنعتها جوثل طول السنين دي إنها هي أمها، وهي أصلا ست أنانية وطماعة، وكل اللي هي محتاجاه منها إنها تستغل شعرها علشان يرجع لها شبابها وقوتها من تاني. ولأن فاضل يوم واحد على عيد ميلاد رابنزل، ولأن كل سنة في عيد ميلادها الأنوار دي بتظهر في السماء، بتطلب رابنزل من جوثل إنها تسمح لها تخرج من البرج علشان تتفرج عليهم من قريب، لكن جوثل بترفض وبتقولها إن دي مش أنوار ولا حاجة، وإن دي مجرد نجوم في السماء. لكن رابنزل بتفضل مقتنعة إن الأنوار دي ليها علاقة بيها هي، لأنها بتنور كل سنة في يوم عيد ميلادها وبس. لكن جوثل اللي بترفض تماما خروج رابنزل من القصر علشان ما تخسرش قوة شعرها السحرية، بتبدأ تخوفها من العالم الخارجي، وبتقولها ان الناس هيستغلوا شعرها في قوة الشر، وان هم هيأذوها علشان يقدروا يستفيدوا من شعرها ده، وهي لسه صغيرة ومش هتقدر تحمي نفسها في العالم برا لوحدها. فلين رايدر اللي بيحاول يهرب من الحراس اللي بيطاردوه بعد ما سرق تاج الأميرة المفقودة بيلاقي مدخل سري، ومن خلاله بيلاقي البرج، وبيحاول يتسلق البرج، وبعد ما بيدخلوا بتضربه رابنزل بالطاسة على دماغه وبتفقده الوعي. بتحاول رابنزل انها تحبسه في الدولاب، وبعد محاولات كتيرة بتقدر تعمل ده، وبتاخد التاج اللي معاه وبتنبهر بيه جدا، لكنها بتخبيه وقت ما بتوصل مامتها، وبتحاول انها تحكي لها عن اللي حصل عشان تقولها انها قادرة تحمي نفسها بره، لكن مامتها بتتعصب عليها جدا وبتقولها انها استحالة تسمح لها تخرج بره البرج، وبترجع تخرج تاني. بتخرجه من الدولاب وبتربطه في الكرسي وبتفوقه علشان تتكلم معاه، لكنه بينبهر جدا لما بيشوف طول شعرها، وبينبهر اكتر لما بيشوفها هي، وبيسألها عن التاج اللي كان معاه، لكن هي بتقوله انها مخبياه ومش هتديهوله غير لما يساعدها انها تخرج تشوف النجوم الموجودة في السماء في يوم عيد ميلادها. لكن هو بيقولها ان دي مش نجوم ولا حاجة، وانها انوار بينوروها المملكة في يوم عيد ميلاد الأميرة المفقودة علشان ترجع من تاني. لكن هو بيرفض عرضها وبيقول لها انه مش هيقدر يساعدها، وده لان حراس المملكه بيدوروا عليه في كل مكان. لكن هي بتتعصب وبتقوله انه مش هيقدر يخرج من البرج ده ومعاه التاج غير لما ينفذ اللي هي عايزاه، وبيضطر ان هو يوافق، وفعلا بياخدها وبينزلوا بره البرج. وبترجع جوثل وبتفضل تنادي على رابنزل عشان تدلدل شعرها، ولما ما بتردش عليها بتدخل من باب موجود في البرج. وقتها بتلاقي البرج مضلم ورابنزل مش جوه، لكن بالصدفه بتلاقي الشنطه اللي فيها التاج، وبتلاقي صوره لفلين رايدر، وبتعرف ان هو اللي خطفها. اما رابنزل بقى فبياخدها فلين رايدر لمطعم موجود وهو مطعم البطه، واول ما بتدخل بتتخض جدا لما بتشوف شكل الناس اللي جوه، وده لان كلهم مجرمين، وطبعا دي بتكون خطه منه علشان يخليها ترجع في كلامها وترجع على البرج من تاني ويريح دماغه منها. بس بينقلب السحر على الساحر لما بيعرفوا انه مطلوب للعداله، وبيفضلوا يتخانقوا عليه كلهم علشان ياخدوا المكافاه الماديه الموجوده. وبتحاول تتدخل رابنزل وبتضرب واحد من المجرمين بجذع شجرة في دماغه، وبتقول لهم ان كان حلمها من وهي صغيرة انها تشوف الانوار اللي موجودة في السماء، وان هو الوحيد اللي يقدر يساعدها علشان تعمل ده. وبتسألهم اذا كان عندهم احلام ولا لا، فبيقرب منها واحد وبيقول لها على حلمه وهو صغير، وان هو يكون عازف بيانو، وبيبدأ فعلا يعزف على البيانو، وبتستغرب رابنزل جدا من طريقة عزفه، وبيبدأ كل واحد فيهم يحكي لها عن حلمه وهو صغير.
في الوقت ده بتوصل جوثل للمطعم وبتشوف رابنزل وهي بترقص مع المجرمين وبتكون مستغربة جدا من انسجامها معاهم، وبيكون فلين رايدر متعلق على الحيطة ومستغرب جدا من اللي بيحصل برضه. لكن في الوقت ده بيسألوه عن حلمه وبيقول لهم ان حلمه انه يشتري جزيرة بعيدة عن الناس ويعيش فيها لوحده ويبقى معاه فلوس كتير. في الوقت ده بيدخل الحراس للمكان وبيستخبى فلين رايدر هو ورابنزل من الحراس، وبيساعدهم واحد من المجرمين ان هم يهربوا من باب سري. لكن ماكس الحصان وقتها بيوصل وبيفضل يشمشم لحد ما يقدر يوصل للباب السري اللي هم هربوا منه. وهما بيحاولوا يهربوا من الحراس بيقدر ماكس انه يعمل خشبة على انها جسر علشان يعدي الرابنزل وفلين رايدر اللي بيقدروا يهربوا بمساعدة شعر الرابنزل طبعا. لكن في الوقت ده بيتكسر الجسر والمية بتنزل وبتغرق الوادي كله، وده بيضطر رابنزل وفلين رايدر انهم يدخلوا نفق اللي ما كانوش يعرفوا انه مسدود من الناحية التانية، وبتبدأ المية تملى النفق وما بيكونوش شايفين اي حاجة لان الدنيا ضلمة ولا عارفين يتنفسوا. لكن في الوقت ده بتحزن رابنزل جدا وهي حاسة ان هي السبب في كل اللي بيحصل ده، وبيبدأ فلين رايدر يواسيها وبيقول لها ان هي ما كانش ليها اي ذنب. وفي الوقت ده بيقول لها ان اسمه الحقيقي يوجين. وفي الوقت ده افتكرت رابنزل ان شعرها ليه قوة سحرية وانه بينور، وقدرت تنور المكان علشان تخلي يوجين يقدر يلاقي المخرج ويشيل كل الصخور اللي بتسده. وفعلا نجحت الخطة وقدروا يخرجوا من النفق. يوجين بيكون مصدوم ومش مصدق عينيه، وبيتصدم اكتر لما بيشوف رابنزل بتلف شعرها حوالين ايده علشان تعالج الجرح اللي في ايده اللي اتجرح وقت ما كان بيحاول يفتح النفق. وبتبدأ رابنزل تغني وشعرها بينور، وبيتصدم يوجين اكتر لما بتشيل شعرها من على ايده بيلاقي ان الجرح فعلا اختفى وان ايده رجعت لطبيعتها من تاني. وبتحكي له رابنزل عن قصتها وان شعرها ليه قوة سحرية وبيقدر يرجع الشباب ويشفي الجروح، بس لما بيتقص بيفقد كل قوته السحرية، وده اللي بيخليها محبوسة طول عمرها في البرج وعمرها ما خرجت ابدا عشان مامتها خايفة عليها. واول ما بيسيبها يوجين وبيقوم بتظهر جوثل اللي بتقولها انها لازم ترجع معاها تاني على البرج. لكن رابنزل بتقولها ان مش كل الناس وحشين زي ما هي كانت فاكرة، وان هي شاكة ان يوجين بيحبها. لكن جوثل بتقولها انه بيستغلها وبيضحك عليها علشان ياخد منها التاج ويستغل شعرها، وبتديها التاج وبتقولها انها هتثبت لها انه فعلا بيكذب عليها وبتسيبها وبتمشي. وبيرجع يوجين لرابنزل عشان يطمن عليها، لكن هي بتكون خبت التاج فعلا. وبنشوف جوثل وهي مستخبية مع الاتنين الحرامية وبيراقبوهم من بعيد. وتاني يوم الصبح بيقدر ماكس يوصل ليوجين وبيكون عايز يقبض عليه، لكن رابنزل بتقدر انها تساعد يوجين وبتهدي ماكس وبتطلب منه انه ما يقبضش عليه دلوقتي، وده لان النهارده عيد ميلادها، وبتفضل تحاول تهديه. وبيظهر ان ماكس مبسوط فعلا باهتمام رابنزل بيه، وبتتفق معاهم هما الاتنين انهم يكونوا اصدقاء لحد ما يحققوا حلمها في يوم عيد ميلادها انها تشوف الانوار اللي موجوده في السماء. وبيوافقوا فعلا هما الاتنين وبياخدوها على المملكه. اول ما بتوصل رابنزل المملكه بتكون منبهره جدا بكل اللي شايفاه، وبيطلب يوجين من البنات الصغيرين يساعدوها في انهم يضفروا لها شعرها. وبعد ما بيشوفها بيعجب بيها اكتر، وبتشوف صورة للملك والملكة ومعاهم الأميرة المفقودة وبتحس انها تعرفهم من قبل كده. وبيأجر يوجين مركب وبياخد رابنزل لنص المية علشان تشوف الأنوار من قريب، وبتتكلم معاه ان ده كان حلمها من وهي صغيرة ومش عارفة هتعمل ايه بعد كده. فبيقول لها يوجين ان دي احسن حاجة علشان تدور على حلم جديد. وبنشوف الملك والملكة اللي مفتقدين بنتهم جدا وهم بيستعدوا ينوروا أول مصباح في السماء على أمل ان بنتهم ترجع لهم من تاني. وبتبدأ كل المملكة هي كمان تنور المصابيح، وبتنبهر رابنزل جدا من شكل المصابيح في السماء، وبتتبسط اكتر لما بتلاقي يوجين جايب لها مصابيح يطيروها هما الاتنين مع بعض. وبتقوله ان هي كمان جابت له التاج معاها لانها خلاص ما بقتش خايفة، لكن هو بيقول لها انه مش محتاج التاج دلوقتي، وبيطيروا المصابيح مع بعض وبيقربوا من بعض اكتر. وبيكون هيعترف لها انه بيحبها، لكن بيشوف المجرمين مستنيينه على الناحية التانية من المية. فبيقول لها انهم محتاجين يرجعوا بالمركب حالا وانه محتاج يعمل حاجة مهمة وهيرجع لها تاني. بيدي يوجين التاج للمجرمين وبيطلب منهم يبعدوا عنه، لكن هما بيطلبوا البنت بدل التاج وده لانها اغلى بكتير. وبتكون رابنزل مستنية يوجين وبتلاقي حد جاي من بعيد، لكنها بتتفاجئ ان هما المجرمين وبيقولوا لها ان يوجين اخد التاج وهرب وبيشاوروا لها عليه في المركب. بتتصدم رابنزل جدا من اللي حصل وبتكون خايفة لما بتلاقي المجرمين بيحاولوا يخطفوها، وبتحاول تهرب منهم وبتسمع صوت غريب وبتبص بتلاقي جوثل جت وحاولت تنقذها من المجرمين. فبتجري عليها رابنزل وبتعيط وبتقولها انها كان معاها حق وان يوجين فعلا كان بيضحك عليها. وبس كده. لو عايزين تعرفوا اللي هيحصل مع يوجين ورابنزل واذا كانت هتعرف ان هي الاميره المفقوده وان كل ده جوثل بتضحك عليها ولا لا، اتفرجوا على الفيلم واكتبوا لي في الكومنتس رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.